أول فيلم استعراضي في تاريخ السينما المصرية، فيلم ملكة المسارح، سيدة الليل، ملكة عماد الدين، أسطورة الرقص الشرقي، بدعدع، بديعة مصابني. اتولدت سنة 1892 في دمشق من أب لبناني وأم شامية، اسمها الحقيقي وديعة مصابني، ومن جمالها بقى اسمها بديعة. هاجرت هي ووالدتها أمريكا الجنوبية، وبعدها جت على مصر عشان تبدأ مشوارها الفني في التمثيل والرقص والاستعراض. بدأت في فرقة جورج أبيض كرقاصة ومغنية، لفتت الأنظار بموهبتها في الرقص والغنى والتمثيل. انضمت لفرقة الشيخ أحمد الشامي اللي تأسست سنة 1907، وبعدها انضمت لفرقة الريحاني اللي اداها الفرصة واداها دور في مسرحية اسمها الليالي الملاح اللي ألفها بديع خيري، والأول مرة اسمها بيظهر جنب نجيب الريحاني. توالت أعمالها المسرحية مع الريحاني لحد ما اتجوزوا سنة 24. قعدوا مع بعض فترة لحد ما انفصلوا لاختلاف الطباع والطموح، لكن فضلوا صحاب. بديعة أبدعت لحد ما بقت صاحبة أكبر كازينو في ميدان الأوبرا وسمته باسمها كازينو بديعة مصابني. كانت ملتقى للأدباء والفنانين، كان بيتعمل ندوات ثقافية ولقاءات في جنينة الاستوديو في الدور الأرضي اللي عبارة عن مطعم وجنينة خاصة. كان الأديب نجيب محفوظ بيقيم ندوة أسبوعية في جنينة الكازينو. في الدور الثاني كان فيه المسرح والكازينو اللي بيقام فيه حفلات بدأ فيها مطربين بقوا نجوم بعد كده. غنى في الحفلات دي محمد فوزي، فريد الأطرش، محمد عبد المطلب. رقص في الكازينو سامية جمال، تحية كاريوكا، حورية محمد، بيبة عز الدين. وكان بيتعمل فقرات كوميدية شارك فيها اسماعيل ياسين وبشارة وكيم وزينات صدقي. كل دول بقوا نجوم بعد كده. اتعمل إعلان للكازينو ظهرت فيه بديعة بترقص وبتغني مع فرقتها، وكان الإعلان بيتعرض في قاعات السينما قبل بداية الفيلم المعروض كدعاية للكازينو. في مجال السينما بديعة ظهرت كراقصة في فيلم أولاد الزوات سنة 1932، أول فيلم ناطق في تاريخ السينما المصرية. وبعد كده ظهرت كراقصة في فيلم ابن الشعب سنة 34. سنة 36 قررت تدخل مجال السينما كبطلة ومنتجة. أسست شركة إنتاج سينمائي، قررت إنتاج أول فيلم استعراضي في تاريخ السينما المصرية، فيلم ملكة المسارح، وهو الاسم اللي اشتهرت بيه بعد كده. بديعة اتفقت مع المخرج ماريو فولبي اللي أخرج أول فيلم غنائي أنشودة الفؤاد مع نادرة سنة 32، واللي أخرج فيلم الاتهام لبهيجة حافظ سنة 34، وعمل الغندورة لمنيرة المهدية سنة 35. الفيلم اتعرض يوم 27 فبراير في سينما ديانا لمدة أسبوعين، وفي سينما الكوزموجراف في اسكندرية. المخرج فشل إنه ينور بديعة مصابني في الفيلم لأنه بيفتقد للروح الشرقية، ورغم كده ستظل بدعدع محفور اسمها في تاريخ الفن إنها ملكة المسارح. تابعونا.